وانت بتتفرج على مباريات كاس العالم كده والمنتخبات وهي بتلعب، كل منتخب بألوانه المميزة والمشهور بيها واللي غالبا مشتقة بشكل مباشر من علمه، لان يعني ايه اكتر وطنية من ان المنتخب الوطني يلبس ألوان العلم الوطني؟ ده حتى في منتخبات بتاخد ألقابها من لون علمها، الأخضر السعودي، العناب القطري، ولا فوريا روخا، والألبا سيليستي، والبلوز، وغيرهم طبعا كتير. فممكن وانت بتتفرج يجي في دماغك ليه في منتخبات بتلبس ألوان مش موجودة في أعلامها من الأساس؟ لا، ومنتخبات كبيرة يعني مش أي حد، ألمانيا وإيطاليا وهولندا مثلا على الأقل. ده اللي فكر فيه صديقي الرائع سعيد أو سيد، وشاركنا بفكرته دي في الكومنتات. وعشان كده معاكم أحمد الجعفري، والنهاردة هنتكلم عن قمصان منتخبات ألوانها مختلفة عن أعلامها، وعن قمصان منتخبات وراها قصص مثيرة شوية. نبدأ بالمنتخبات اللي بتلبس ألوان مش موجودة في علمها من الأساس، وعلى رأسهم المانشافت الألماني، أكتر منتخب وصل للمباراة النهائية في كأس العالم، وفي المركز الثاني مع إيطاليا بعد المنتخب البرازيلي في عدد مرات الفوز بيه ب4 مرات، واللي بيلبس اللون الأبيض مع إن علمه فيه 3 ألوان، أسود وأحمر وأصفر. والسبب بسيط الحقيقة، وقت إنشاء الاتحاد الألماني لكرة القدم في 1900 كان اللون الرسمي لألمانيا هو اللون الأبيض، واللي كان موجود في علمهم السابق الخاص بمملكة بروسيا في شمال ألمانيا. ورغم احتفاظ ألمانيا بالأبيض كلون رسمي للمنتخب، إلا إن المصممين قدروا يستخدموا اللون الأبيض كخلفية لعرض ألوان علم ألمانيا في أكتر من مناسبة، زي في 90 و92 و94 و98. الطواحين الهولندية البرتقالية. البرتقالي هو اللون المميز لهولندا، واحد من أشهر ألوان المنتخبات واللي برضه مش موجود في علمهم. ومن الواضح كده إن أغلب الأسباب سياسية أو تاريخية، لأن اللون البرتقالي هو لون العائلة المالكة الهولندية هاوس اوف اورنج ناسو، وبالتالي بيتم اعتباره اللون الوطني للبلاد من مدة طويلة. غير انه كان موجود في العالم الهولندي قبل كده تكريما للأمير ويليام الثالث حاكم انجلترا، اللي ساعد في استقلال هولندا من الحكم الأسباني يجي كده من 6 قرون تقريبا، واللي كان معروف بويليام اوف اورنج، وهو اللي أسس هاوس اوف اورنج واللي هي العائلة المالكة الهولندية. ومن وقتها هولندا عرفت وتميزت باللون البرتقالي رغم تغييرهم لألوان العلم بعد كده. ورغم عدم مشاركتها في كأس العالم 2022 في قطر، إلا إن إيطاليا هي أحد أكبر وأقوى المنتخبات تاريخيا، أصحاب ال4 بطولات كأس عالم وبطل اليورو الأخير 2020 تميزوا باللون الأزرق واللي لعبوا بيه كل بطولاتهم، رغم إن العلم الإيطالي ألوانه أحمر وأبيض وأخضر. بس زي سابقيه تم إنشاء الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 1898 أثناء الحكم الملكي لإيطاليا، والأزرق كان اللون الرسمي للعائلة المالكة السافوي. حتى لقب أزوري واللي هو جمع كلمة أزورو واللي معناها الأزرق خاص بالعائلة المالكة. ورغم سقوط الملكية في إيطاليا في 1948، إلا إن الاتحاد الإيطالي تمسك بالأزرق اللي فازوا بيه بكأس العالم في 34 و 38 كنوع من الوفاء والتكريم للعائلة المالكة اللي وحدوا إيطاليا. ومن إيطاليا في أوروبا لليابان في آسيا، واللي فازوا على ألمانيا في المباراة الأولى ليهم في كأس العالم قطر 2022. فريق تاني بيلبس أزرق وهو مش في علمه، ولكن لأسباب مختلفة شوية. اليابان واللي علمهم لون أبيض يتوسطه دائرة حمراء بيلبسوا أزرق كنوع من التفاؤل وجلب الحظ، بيتفائلوا بيه يعني. وده بيرجع لأول فوز في أول بطولة عالمية تشارك فيها اليابان، واللي كانت الألعاب الأولمبية في 1936 في برلين، لما فازت اليابان على السويد وهي ترتدي اللون الأزرق 3-2. ولبسوا أزرق في الأساس لأن قبلها ب6 سنين اليابان شاركت في بطولة الشرق الأقصى للألعاب، وكان الفريق اللي بيمثلها هو فريق من جامعة طوكيو واللي بيلبسوا اللون الأزرق. ومن وقتها كل الفرق اليابانية بتلبس اللون الأزرق في كل المحافل الرياضية. ومنتخب تاني في آسيا هو أستراليا اللي بيلبسوا اللون الأصفر اللي مش موجود في علمهم، بس الأصفر هو لون زهرة أستراليا الوطنية واللي موجودة في القارة الأسترالية، واللي اعتبرت رمز عملية الاستقلال في 1901. بس عكس إيطاليا وألمانيا اللي احتفظوا بألوان منتخباتهم حتى بعد تغيير أنظمة
أنظمتهم السياسية في منتخبات غيرت ألوانها عشان تتناسب مع أعلامها الجديدة، على رأسهم المنتخب المصري اللي اتغير من اللون الأخضر للون الأحمر والأسود أو الأحمر والأبيض. وفي برضه قصص مثيرة للانتباه لقمصان منتخبات رغم إنها مشتقة من أعلامها. السيليساو البرازيلي أصفر وأزرق، ألوان جاية بشكل مباشر من علم البرازيل، ولكن دي ما كانتش الألوان الأساسية للبرازيل على الأقل لحد كأس العالم 1950، واللي البرازيل كانت بتلبس وقتها اللون الأبيض، واللي ما كانتش بتعبر عن البرازيل قوي. بس هزيمتهم في نهائي ماراكانا الشهير ضد الأراجواي في نهائي البطولة على أرضهم خلاهم يعلنوا إن القمصان البيضة دي لون نحس، وقرروا غيروه. وبعد استطلاع رأي ومسابقة تم الإعلان عنها عبر الصحف البرازيلية، مسابقة تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، تم اختيار تصميم الشاب آنذاك ألدير جارسيا، واللي أظهرت ألوان علم البرازيل في طقم المنتخب. وبعدها ب8 سنين تفوز البرازيل بأول كاس عالم، وبعدها يفوزوا ب4 كاسات عالم كمان عشان يصبحوا أكتر منتخب متوج بكاس العالم في التاريخ، وكلهم بالأصفر والأزرق. إنجلترا واللي كسبت كاس العالم مرة وحيدة في 1966 على أرضها بالقمصان الحمراء والشرطات البيضاء زي علمهم، كانت برضو من المنتخبات اللي غيرت ألوانها بس الأسباب مختلفة شوية. خوفا من درجات الحرارة العالية في كاس العالم في المكسيك 1970 قرروا يلبسوا تيشيرتات بيضة مخرمة عشان تخفف من تأثير درجة الحرارة، واللون الأحمر أصبح لون بديل من وقتها، والأبيض هو الأساسي. وفي برضو قصص غريبة شوية مرتبطة بالقمصان والأطقم حصلت في كاس العالم. مثلا المنتخب البوليفي في كاس العالم 1930 في الأراجواي، أول كاس عالم، لما نزلوا بتيشيرتات بيضة وكل لاعب عليه حرف، لما تجمعهم كده هتقرا فيفا أراجواي، يعني اللي هو التطبيل ده. المهم خسروا من البرازيل 4-0 وما لبسوهاش تاني الحمد لله. والأرجنتين في افتتاحية كاس العالم في السويد 1958 ضد ألمانيا، كان الفريقين لابسين أبيض، ألمانيا أبيض سادة والأرجنتين أبيض في سماوي، والحكم عمل قرعة على مين اللي هيلبس التيشيرت الأساسي بتاعه، وألمانيا كسبت. بس المفاجأة إن الأرجنتين كانت جاية كاس العالم بطقم واحد بس، فيتدخل نادي مالمو السويدي ويعير الأرجنتين أطقمهم الصفراء. تقريبا دي المرة الوحيدة اللي الأرجنتين لعبت بيها باللون ده. وطبعا كرويف مع هولندا في 74 اللي كان متعاقد مع بوما، والاتحاد الهولندي كان متعاقد مع أديداس. ولو شفت فيديو فاشونيستا كرة القدم فانت اكيد عارف ان الشركتين اخوة اعداء، وان كرويف رفض يلعب بتيشيرتات ب3 خطوط واللي هو الشكل المميز لأديداس، والاتحاد الهولندي رضخ ووافق وسمح لكرويف انه يلعب بتيشيرت بخطين بس. كان قوي كرويف ده برضه. بس يمكن اغرب طقم المنتخب هو طقم الكاميرون. من غرابته الفيفا منعته. الكاميرون في 2002 مع بوما خرجوا بطقم من غير كمام، تيشيرت كات يعني زي اطقم كرة السلة كده، عشان يبينوا القوة الكاميرونية والعضلات المفتولة والكلام ده كله. بس الفيفا منعت الكاميرون من انها تشارك في كاس العالم 2002 بالشكل ده، فزودوا كمام لونها اسود عشان يعني ما تبانش قوي انها موجودة. وطقم تاني كان غريب للكاميرون كان في 2004 لما لبسوا طقم جامب سوت او سالوبيت او اونيس، طقم وان بيس يعني قطعة واحدة، التيشيرت لازق في الشورت لا مؤاخذة، ولا كأنه طقم غطس مش طقم كورة. واعتقد ان التقليعتين دول بالنسبة لي انا اغرب تقليعتين اطقم في تاريخ المنتخبات. وبس دي كانت ابرز قصص قمصان وتيشيرتات المنتخبات، سواء اللي الوانها مش موجوده في علمها او اللي وراها قصه غريبه او نسخ معينه لقمصان معينه في بطولات معينه. لو عندك قصه غريبه لقميص منتخب شاركنا بيها في الكومنتات، ولو عندك فكره الفيديو تحب نتكلم عنها شاركنا بيها برضو في الكومنتات، واكتب هاشتاج فكره للجعه مثلا او فكره للجعه بس من غير مثلا، عشان نعرف نشوفهم كده مع بعض. مين عارف يمكن فكرتك نعملها فيديو. وبكده يخلص فيديو قمصان المنتخبات، يعني فيديو خفيف كده تتفرج عليه وسط ماتشات كاس العالم. فشكرا ليك صديقي الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا، وكان معكم الرائع دائما احمد الجعفري من قناة الجعة. سلام.